بعد ما اتطلقت جت وعاشت معانا، وكانت عاوزة تديني المنهج كامل كله من الأول للآخر. بعد ما عرفت ان انا ما عملتش اي حاجة قبل كده، وبتقولي كل يوم لازم يحصل عملي، وكل يوم تسمع كلامي، لازم يوميا تسمع كلامي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. صاحب الحكاية النهاردة بيقول: انا ما تخيلتش ابدا ان امي ممكن في يوم تصدق كلام خالتي وكل اللي تقول عليه تصدقه. علشان كده ما كانش قدامي حل تاني غير ان اسمع كلام خالتي واعمل لها اللي هي عايزاه. امي كانت اكبر واحدة في اخواتها، كانت حنينة قوي عليهم ودايما بتراعي فيهم ربنا. واي واحدة لو حصل لها مشكلة ولا حصل لها اي ظرف، كانت والدتي بتخليها تيجي تقعد عندنا على طول، لان طبعا والدي متوفي من وانا عندي 12 سنة. طبعا فضلت عايش مع والدتي انا واختي، وهي اللي كانت بتربينا لحد ما لفت الايام واحنا كبرنا. واختي طبعا اتجوزت، مبقاش فاضل غيري انا اللي عايش مع امي، وانا اللي كنت شايل المسؤولية والحمل كله على كتافي. طبعا كنت من الشغل للبيت، من البيت للشغل، ما كنتش بعمل اي حاجة تانية. حتى انا كان نفسي اكون زي الشباب، بروح وباجي وامسك التليفون واتكلم زيهم بالساعات، بس ما كنتش بعرف اعمل كل الكلام ده ولا حتى كان ليا فيه. اصل انا كنت عملي شوية، وبيتي وشغلي، وكنت براعي ربنا فيهم، وكانوا اهم حاجة في حياتي. لغاية ما بدأت خالتي نهى تيجي عندنا البيت على طول، ودايما بتكون عندنا، ودايما بتشتكي من جوزها ان هو خلاص كبر في السن، وطول الوقت هي اللي بتخدم عليه وبتشوف طلباته، وهي تعبت من كتر الشغل معاه ومن كتر خدمته. وخالتي ما كانتش وحشة، بالعكس، كانت زي القمر، وكان عندها حوالي في الوقت ده 36 35 حاجة زي كده. وعلشان هي كانت جميلة، وكمان طول الوقت بتهتم بشكلها وكمان بلبسها، وما كانتش لسه خلفت، فكان كل اللي يشوفها بيديها سن اقل من كده بكتير. وكانت جميلة فعلا. وبدأت كل شوية، كل ما تيجي عندنا البيت تتكلم معايا وتقولي: هو انت مش ناوي تخطب ولا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش صغير. وانا في الوقت ده كان عندي 28 سنة، وفعلا كنت بتمنى اني اخطب واتجوز واعيش حياتي. بس طبعا كنت لسه بجهز نفسي وبوضب شقتي في الوقت ده، خصوصا ان كل الفلوس اللي كنت بشتغل بيها قبل كده جوزت بيهم اختي، وهي فعلا كانت اهم حاجة عندي. ولقيت خالتي كل ما تيجي البيت عندنا اسمعها بتتكلم مع امي وبتقول لها: هو في ايه؟ محمود مش ناوي يخطب؟ مبقاش صغير، خليه يخطب بقى ويتجوز. وطبعا امي كانت بتقول لها: اهو بيشتغل بقى وربنا يقويه ويعينه على ما يخلص شقته. وبدأت خالتي تطلع فكرة الجواز والخطوبة في دماغي، وبدأت ان انا احاول افهم حاجات كتير انا ما كنتش مدخل نفسي فيها. وطبعا خالتي الوحيدة هي اللي كانت قريبة مني، علشان كده بدأت ان انا اتكلم معاها. وكانت الصدمة بالنسبة لها لما سألتني وقالت لي: هو انت حبيت قبل كده؟ وانا قلت لها: انا عمري ما اتكلمت مع بنتي اصلا. قالت لي: لا، ده انت على الله حكايتك بقى. ولقيتها عمالة تضحك وتتريق عليا بطريقة فظيعة، ولقيتها بتقولي: ده انت عايز تاخد المنهج كله من اوله، ده انت لسه مش فاهم اي حاجة. وفعلا هي كان عندها حق، لان انا عمري ما اتكلمت مع حد قبل كده. بس بصراحة حبيت ان انا اتكلم معاها، لانها كانت فرفوشة وبتحب الهزار والضحك طول الوقت. وغير كده متجوزة مرتين او 3، فاكيد فاهمة وعارفة هي هتقول ايه بالظبط. وبدأت كل ما خالتي تيجي عندنا تحاول تتكلم معايا، بس طبعا اوقات كنت بكون في شغلي، اوقات بكون مش في البيت،
بكون خارج مع صحابي. فطبعا ما كنتش بكون فاضي، ومبقتش اتكلم معاها لحد ما مرت الايام وعدى سنة. وبعد السنة دي كان ربنا كرمني وقواني وخلاص، جهزت كل حاجة وجهزت شقتي، وطبعا رحت خطبت. ومن اول ما خطبت وخالتي دي طول الوقت بتبصلي وتضحك، وكانت كل ما تيجي عندنا تقولي ذاكر المنهج حلو، مادام خطبت يبقى لازم طبعا تذاكر حلو. كنت بهزر معاها، مكنتش عارف ارد واقول لها ايه، لان طبعا من وقت ما عرفت ان انا عمري ما اتكلمت مع حد قبل كده، وهي كل شوية تتريق عليا، بس الكلام ده بيكون بيني وبينها، ما كانتش بتدخل امي خالص في اي حاجة بحكي لها عليها، وانا اللي كنت طالب منها كده. وساعات كمان هي كانت بتشكيلي من جوزها وبتحكيلي عنه حاجات كتير، وكانت بتتمنى ان هي تتطلق منه. لحد فعلا بعد مرور سنتين خالتي كانت موجودة عندنا في البيت، وكانت تتكلم معايا ومع امي وتقول لها انا مش هرجع لجوزي تاني وهطلب منه الطلاق، وانا خلاص بقيت اخدمه وعايشة معاه كأني خدامة وممرضة ليه ولاولاده. وبصراحة اولاده اولى بيه يخدموه ويشوفوا طلباته. وفعلا ممرش شهرين 2 أو 3، وخالتي طول الفترة دي عندنا، وعرفنا ان جوزها طبعا اتوفى. ومن بعد وفاة جوزها لقيت خالتي في يوم بتتكلم معايا وانا في اجازة، وبتقولي انت بتروح لخطيبتك مرة كل شهر، انت لازم مفروض الخطوبة دي احسن فترات في حياتك، وانت المفروض تروح لها مرة او مرتين في الاسبوع. قلت لها ظروف شغلي كده طبعا. طلبت مني ان انا اسيب الشغل اللي بسافر له ده، وقالت لي اشتغل هنا اي حاجة جنبنا علشان تعرف تروح لخطيبتك على طول، وكمان تعرف طبعها وتكون قريب منها. وفعلا سمعت كلامها، لكن كل اللي كان في دماغها كان غير كده خالص. من بعد ما جوزها توفى وهي بقت طول الوقت عايشة عندنا طبعا، وكل يوم كانت بتفضل تتكلم معايا بالساعات. ولما بطلت اسافر علشان الشغل وبقيت بشتغل جنب البيت وجنب خالتي وكمان امي، بدأت تلاحظ حاجات كتير، تصرفات كتير منها غريبة، وكمان طريقة لبسها ووقفتها طول النهار وطول الوقت في الشارع. ولما بدأت اتخانق معاها لقيتها بتقولي بصراحة بقى انا عايزة اتجوز واعيش حياتي، انا لسه صغيرة. واتصدمت لما لقيت خالتي بتقولي وبتفكر لتالت مرة او لرابع مرة ان هي تتجوز. وطبعا قالت لي هو انت هتفضل تصرف عليا العمر كله؟ بكرة لما تتجوز هيكون لك بيتك وحياتك وكمان مراتك، ومش هتفضل تصرف عليا العمر كله ولا على طول. وعلشان انا كنت في حالي انا وامي، وما كانش طبعا عاجبني تصرفاتها ولا عمايلها دي خالص، ولا كنت حابب ان الناس تجيب سيرتنا ولا تتكلم علينا. ولقيت امي بتقولي يا محمود يا ابني سيبها تعمل اللي هي عايزاه، انا عارفة اختي وانا ادرى بيها، وادام حطت موضوع الجواز في دماغها يبقى مش هتسكت. وما كانش قدامي حل تاني غير ان اتكلم معاها بالراحة وبهدوء، واقولها ان اللي بيحصل ده غلط وبيقلل منك قدام الناس، ومش هيخلي شخص كويس ولا محترم يتقدم لك. قلت لها غيري اسلوبك وغيري من نفسك وحسني طريقة لبسك، وهتلاقي شخص كويس ومحترم يتقدم لك ويتجوزك على طول. ويوميها اتفاجئت من ردها عليا لما لقيتها بتقولي هو انا لسه هستنى؟ انا مش فارق معايا يكون كويس ولا محترم، المهم ان هو يصرف عليا ويعيشني مبسوطة، ولا انت مش عايزني اتجوز اصلا؟ قلت لها ليه بتقولي كده؟ انا عايزك تختاري الشخص المناسب، مش اي جوازة وخلاص، علشان ما تبقاش زي جوازاتك التانية اللي كنت بتطلقي منه، واللي اتجوز ده اكبر منك وما كانش عاجبك العيشة معاه، وكنت عايشة بتخدميه طول الوقت وما كنتش مبسوطة معاه. لقيتها بتقولي انا ممكن اسمع كلامك في كل حاجة تقولي عليها واعملها كمان، ولو مش عايز نخرج من البيت عادي مش هخرج.
ومفيش طلوع من البيت. بس زي ما هسمع كلامك انت كمان لازم تسمع كلامي وتعمل لي كل اللي انا عايزاه وهقولك عليه واللي هطلبه منك بالحرف. يوميها كنت فاكر ان هي هتطلب مني فلوس او يعني عايزة مني اي حاجة اشتريها لها، لكن اتصدمت لما لقيتها بتقولي، بتتكلم بطريقة غريبة وبتقولي انا عايزة منك غير كده خالص. انا طبعا عايزة يحصل بينا حاجات كتير. اتوترت يومها وقلت لها ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا بقولك كده علشان تطلبي مني حاجة زي دي؟ لا طبعا، استحالة ان انا اعمل كده، وعمري في حياتي ما فكرت ان اعمل كده. لقيتها ساعتها بتقولي اعتبرني ان انا اول حب في حياتك، وانت ما اتكلمتش مع حد قبل كده، وما تخافش الموضوع ده هيكون سر بيني وبينك، وامك مش هتعرف عنه اي حاجة، وممكن انا كمان اتجوز قبل ما انت تتجوز، وساعتها مش هفضل عايشة معاك وهنا في البيت، ومش هطلب منك اي حاجة. انت لسه قدامك اكتر من 8 شهور على ما تتجوز حتى تعيش حياتك، وكمان تكون فهمت وعرفت كل حاجة. وساعتها فضلت خالتي مش سايباني في حالي، ما كنتش عارف اعمل ايه، والحل الوحيد اللي كان قدامي ان ابعد خالص عن البيت واسافر واشتغل في اي مكان. لكن لقيتها في الوقت ده بتهددني وبتقولي ان هي ممكن تحكي لامي ان حصل بينا كل حاجة، وتقولي طبعا اختي هتصدقني وعمرها ما هتكدبني في اي حاجة. في الاول ما كانش فارق معايا كلامها ولا تهديدها، لحد ما بدأت عمايلها تزيد قدامي وتصرفاتها الغريبة اللي طول الوقت بعمل نفسي مش شايفها ولا واخد بالي منها. بس غصب عني طبعا، انا شاب وكان من حقي ان انا اعيش حياتي، بس ما كنتش متخيل الموضوع هيوصل لكده. ومن اليوم ده ومن الكلام اللي كنت بسمعه منها كل يوم والتاني خلاني مش عارف اتكلم مع خطيبتي خالص، وحسيت ان انا مش فاهم اي حاجة. علشان كده سمعت كلامها لحد ما حصل بينا حاجات كتير ما تنفعش ان هي تحصل، وكمان حاجات يعني تغضب ربنا. وفضلت اسمع كلامها وكنت بقول يلا كلها كام شهر وهتجوز وهي هتبعد عني خالص. لكن للأسف من بعد ما اتجوزت وهي رفضت تتجوز خالص تماما، وعملت ان هي يعني خايفة تسيب امي لوحدها، وان هي هتعيش معاها وتخدمها ويبقوا الاتنين عايشين مع بعض. وامي كانت فاكرة ان هي بتحبها وبتخاف عليها. علشان كده لو انا زعلتها او مراتي زعلتها كانت بتتخانق معانا، ما كانتش تعرف ان هي عايشة معانا في البيت علشان يحصل كل اللي كان بيحصل قبل كده. وحتى من بعد ما اتجوزت وهي مش سايباني في حالي، ومش عارف اعمل ايه ولا عارف اتصرف ازاي. علشان كده انا جيت وحكيت لكم حكايتي علشان حد يقول لي اعمل ايه. ودي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتكم متنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وهستنى نصيحتكم، واشوفكم في حكاية جديدة بكرة. مع السلامة.